مساء الفل عليكم. قالك بقى هو قال ايه؟ هنا بيتي، هنا مكاني، أحمد عيد أهلاوي. صادق يا ابو حميد من غير حلفان. كل بيوت الوحل. سمعنا بقى غنوة هنا بيتي هنا مكاني والكل سمع أغانية وألحاني. أعزائي المشاهدين، في هذه اللحظة الحاسمة النادي المنافس حقق بالفعل إنجاز تاريخي. لقد تعاقد مع كل فريق العمل المشارك في المقطوعة الموسيقية العظيمة والشهيرة جود جوب أيها النادي العظيم. سمع كده والله أعلى وأعلم طراطيش كلام من ناس كلامها عادة بيكون مصدق إن الزمالك بيتفاوض مع كارتيرون من أجل العودة وتولي تدريب الفريق الأول بالنادي. وعشان أكون صريحة معاك الخبر ده شكله كده خبر صحيح. هقولك كل تفصيلة في الحلقة اللي جاية لو اتأكدت من الخبر بنسبة 100%. وبالمناسبة يقال إن المجلس هيعلن عن تعيين كارتيرون بعد مباراة المصري، وبيحاول إقناع كابتن معتمد جمال بالاستمرار مع الفريق في منصب المدرب العام، وأنا أعتقد إنه هيقبل بالاستمرار المرة دي. الزمالك كمان بعد بيع ناصر ماهر بيحاول يجدد عقد أحمد حمدي لاعب الفريق من أجل تعويض رحيل ناصر ماهر في مركز 10. وبالمناسبة أحمد حمدي أبدى رغبته في الاستمرار داخل نادي الزمالك رغم الأزمات الأخيرة اللي حصلت له بعد عودته من الإصابة. يمكن يكون كل الأخبار اللي بقولها لك دي فيها تحركات من مجلس الإدارة، وده شيء جميل، لكنها مش خطوات تستاهل الإشادة، لأن ببساطة أي حاجة كلمتك عنها هي مجرد كلام لحد دلوقتي. بالإضافة إلى أن المفروض أن تجديد العقود ده شيء عادي ومن أسهل الخطوات اللي ممكن تاخدها. أصل يعني يا عزيزي فين الأزمة في التفاوض مع لاعب عندك في الفريق وتحت إيدك وبتشوفه في كل تمرينة وبتتواصل معاه بسهولة وهو أساسا على ذمتك؟ وبالمناسبة أزمات أحمد حمدي اتحلت بشكل ودي واللاعب رجع للتدريبات الجماعية. لكن خليني أقولك إني مش عارفة إزاي يكون مصر كلها خارجة تشيل شخص ما كل الأزمات اللي بيمر بيها النادي واللعيبة اللي بترحل والصفقات اللي بتبوظ والديون المتراكمة واللي أصبحت لا حصر لها وقضايا الفيفا اللي كل يوم تزيد قضية ووقف القيد وحاجات تانية كتير، ولاقي الشخص ده مازال متمسك بمنصبه وعايز يفضل موجود عافية علينا. مش عارفة ازاي يكون ما بيقدمش إلا الأزمات والديون وما عندوش أي حلول وكل يوم بيقدم ضحك خام، وبرغم ده مفكرش ينسحب أو يقدم استقالته. الشخص ده مصر يكمل برغم إنه بالنسبة لي زي اللي نازل مع جماعة أصحابه مشوار وهو الوحيد اللي فيهم اللي ما بيعرفش يسوق، ومصر إن هو اللي يسوق. الغريب إنه مصر على ده، ولا همه يكسر العربية ولا همه سلامة الناس اللي راكبة معاه. ربنا يستر من اللي جاي وما ينزلناش في أقرب ترعة. في أخبار بتقول إن نادي السد القطري بيقدم عرض رسمي لنادي الزمالك من أجل الحصول على خدمات خوان بزيرة مقابل 5.5 مليون دولار. رقم كبير وضخم، أعتقد إنه هينال القبول أو على الأقل المناقشة من قبل جون إدوارد اللي بلغني إنه بيدرس العرض بعناية وشايف إن المبلغ ده هيحل أزمات كتير داخل النادي. سامعة كمان ان جون ادوارد بيفكر اذا استقر على بيع اللاعب يضيف بند في العقد يسمح للزمالك بنسبة 15% من اعادة بيع اللاعب في المستقبل. افتكر يا عزيزي ان انا قلت لك ان ناصر ماهر بس البداية، وبعدها هيتسرسب لاعب ورا لاعب، وربنا يستر على الزمالك. في مثل شهير عندنا كمصريين بيقول يا بخت من بكاني وبكى عليا، ولا ضحكني وضحك الناس عليا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الافضل بالنسبة لأي شخص فينا اخطأ انه يسمع كلام من حد قريب يعنفه ويعاتبه ويسلط له الضوء على غلطه ويواجهه بالحقيقة انه اخطأ، وبالتالي ده يخلي الشخص اللي اخطأ ده يعيد النظر في تصرفه وياخد باله ويغير مساره، ومستحيل يكرر نفس الغلطة دي من تاني. ده هيكون افضل بكتير بالنسبة له من شخص تاني شاف خطأه وطبل له وقال له انت معذور وما كانش بايدك تعمل حاجة تانية وساعده يكمل في الغلط، وبالتالي هيخلي الناس تضحك عليه وعلى خطأه، وبكرة يكرر نفس الغلطة مرتين وثلاثة واربعة. كابتن حسام حسن شايف اننا جايين عليه وبيبرر اخطائه الفنية في بطولة افريقيا الاخيرة، وشايف اننا متحاملين عليه او مأجورين لمجرد اننا بنسلط الضوء على اخطائه وبنبكيه وبنبكي عليه وكأنه بيطالبنا نضحكه ونضحك الناس عليه وعلينا. كابتن حسام احنا بنكلمك على اخطائك اللي حصلت في افريقيا، ولانك بتكابر وما زلت مصر على خطة كابتن علاء عبد العال برغم انك ماسك منتخب هو سيد اسياد القارة. امال بقى لو اشدنا بيك
ممكن تعمل ايه في كاس العالم؟ عليا النعمة وقتها ممكن تلعب ب2 حراس. بستغرب البني آدم اللي بيفهم تعنيفنا ليه غلط وبيفتكر إننا عايزين ندمره، برغم إننا من أكتر الناس اللي ممكن تفرح وتتبسط لو بس حقق فوز أو خطى خطوة كويسة في مسيرته. عارف كابتن حسام لو كان خرج بعد البطولة وقال إنه عنده أخطاء فنية هيشتغل عليها وهيطور من أداء المنتخب الهجومي في الفترة اللي جاية، أقسم بالله كان هدى تماما الرأي العام وخلانا نتفائل باللي جاي. لكن عايزنا ازاي نكون في ظهرك وانت عنيد ورافض تماما الاعتراف بخطأك؟ وبعدين يا عزيزي، انت مش كنت بتقول ان الإقامة في المغرب كانت صعبة والجماهير كانت بتشتمك وبتحاربك وكانت الحرب عليك وعلى فريقك من كل جبهة في المغرب؟ امال ازاي النهارده طالع تشكر الجامعة المغربية وجماهير المغرب وتشكر في الفنادق والإقامة في المغرب طوال فترة البطولة؟ معرفش. تصريحات كابتن حسام حسن اقسم بالله تشبه طريقة لعبه، حاجة مش مفهومة بالمرة. كابتن شوبير قال كلام من رأيي غير مقنع بالمرة عن عبد الله السعيد لاعب الزمالك. كابتن شوبير قال إن عبد الله السعيد كان يأمل في أن يختتم مسيرته في نادي شعبي كبير زي الزمالك، ووقتها أصر على الانتقال للزمالك. والنهارده عبد الله السعيد وسط الأزمات المادية بيتمنى العودة مرة تانية لبيراميدز من أجل أن يختتم مسيرته في نادي بيراميدز. طب هو معقول عبد الله بعد ما أصبح معشوق الجماهير في نادي الزمالك هيمشي النهارده ويفقد حب الجماهير ليه بعد ما أصبح محسوب على نادي الزمالك وحقق اللي بيتمناه ويهدم كل اللي بناه؟ طبعا ما فيش شك إن العامل المادي مهم جدا لأي لاعب، لكن ده بيكون مهم للاعب لسه مسيرته مستمرة في الملاعب، لكنه مؤكد مش هيكون مهم اللاعب تخطى سن 40 سنة. عبد الله لو جاي عشان فلوس أكتر كان فضل في بيراميدز، لان الزمالك مستحيل كان ممكن يديله زي ما بيديله بيراميدز. عبد الله جاي وعارف انه مش هيتقاضى مقابل مادي كبير زي ما كان بياخد في بيراميدز. وبالمناسبه عبد الله لو كان عرض عليه قبل انتقاله للزمالك انه يلعب موسم ولا 2 بمبلغ رمزي في الزمالك ما كانش هيرفض. عبد الله جه لهدف واعتقد انه النهارده حققه، ومن رأيي صعب عبد الله يهدم اللي بناه من علاقة طيبة بينه وبين جماهير الزمالك على مدار السنتين اللي فاتوا. عبد الله النهارده أصبح يكفيه إنه أصبح رمز من رموز الزمالك. البعض شايف إن ميدو توقف لأسباب تتعلق بدفاعه المستميت عن الزمالك، والأسباب تتعلق بتصريحاته الأخيرة ضد مجلس إدارة الزمالك، وإن موضوع المنتخب ده الأعلى للإعلام خدوا سلمة عشان يكون إيقاف ميدو منطقي وبعيد كل البعد عن محاربته لمجلس الزمالك. ولو افترضنا إن الكلام ده حقيقي فأنا بشوف إن ميدو هو اللي غلطان، مش الأعلى للإعلام ولا مجلس الزمالك. زي بس سألتني إزاي؟ أجاوب بقى ساعتك. انت عارف ومتأكد ان بعد تصريحاتك الأخيرة ضد المجلس في ناس كتير هتتربص لك عشان تكمم صوتك وهتتصيد لك أخطاء. تقوم انت بقى تديهم الفرصة يعملوا ده وتصرح تصريحات خزعبلية زي اللي قلتها دي وتديهم الفرصة يوقفوك ويكمموا صوتك؟ المفروض لا. يبقى مين الغلطان يا معلم؟ لو افترضنا ان ايقاف ميدو كان بسبب تكميم صوته مش بسبب تصريحاته تجاه المنتخب، انا كان بيعجبني المستشار مرتضى منصور في بعض النقاط رغم خلافي معاه، او خليني اقول لك كان بيعجبني دماغ امير مرتضى منصور، لان دي دماغ امير مرتضى مش دماغ المستشار مرتضى منصور. لكن المضمون ان ده كان بيحصل في عهد المستشار مرتضى منصور. كنا بنسمع بالليل حرب ما بين المستشار والمواطن اكس، حرب شرسة استمر الكلام عنها من الساعة 12 بعد منتصف الليل لحد ما طلع النهار على قناة الزمالك، وهوب تلاقينا صحينا الصبح في فيديو أو صورة متسربة للمواطن اكس بتأكد صحة كل اللي قاله المستشار بالليل. ايه يا جماعة الخير ده؟ هو ممكن يكون اللي حصل ده المستشار هو اللي وراه وهو اللي مسرب الحاجة دي؟ لا طبعا. اثبت ان انا مش انا كنت بس بتنبأ وعندي معلومات وقلتها، وكل كلامي وشكوكي طلعت في محلها. مرة تانية تلاقي المستشار طالع قاضيف وجايب اوراق تدمر الشخص المستهدف بالنسبة له وبيعرضها على الهوا وبيدمر الجبهة تماما، لكن تخرج تقول انا هعمل وانا هسوي وعندي ما يثبت وهقول قريب؟ لا يا راجل،
ومين بقى اللي هيسيبك تقول قريب وتعمل الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ميدو عمل زي المهاجم اللي جات له جوه الستة، وبدل ما يحطها واحدة ببطن رجله في المرمى استلمها وبص على يمينه وعلى شماله وانتظر 3-4 ثواني لحد ما حد من المدافعين شالها من قدامه. ميدو هنا لا سجلها ولا حتى سددها وعمل اللي عليه، وضاعت منه من غير ما يعمل أي حاجة. ميدو تعمد يستنى لما المدافع خرجها من قدامه. يبقى اللوم على ميدو ولا على المدافع اللي خرجها من قدامه؟ عايزة يا عزيزي أكلمك عن حارس شاب وهيفضل شاب يمكن لحد ما يعتزل الكورة، برغم أنه النهاردة عنده 26 سنة. الحارس ده في منتخب الشباب أو في المنتخب الأولمبي كان الحارس رقم 5 ما بين حراس جيله بالترتيب كده. كان محمد صبحي الحارس الأول، عمر صلاح الحارس الثاني، عمر رضوان الحارس الثالث، وكان في حارس اسمه الغندور بيلعب في الأهلي هو الحارس الرابع، والحارس اللي بتكلم عنه ده كان الحارس الخامس. الحارس بقى الخامس اللي بكلمك عنه ده النهاردة أصبح هو الحارس الأول لمنتخبنا الوطني، متخطي كل الحراس اللي كلمتك عنهم دول بما فيهم محمد الشناوي حارس الأهلي، وأحمد الشناوي حارس بيراميدز اللي حقق أفريقيا، وعواد، وأي حارس في مصر بالدعم الإعلامي اللي بيتقدم له كل ثانية وكل دقيقة بيشارك فيها. الغريب انك لو عديت المباريات اللي شارك فيها الحارس ده مع فريقه طوال تاريخه وهو عنده النهاردة 26 سنة هتلاقيهم اقل من 20 مباراة. يعني بمعدل كل سنة لعب فيها شارك 3 ماتشات مثلا في الموسم. يبقى امتى لحق يتألق او ينال الاشادة؟ بيتهيألك كمشاهد انه حارس مميز، لان مع كل تصدي بتلاقي المعلق بيحسسك انه نوير او بيتر شيك او ديخيا او بوفون. وبالمناسبة هو ممكن قوي يكون حارس مميز، لكن الأكيد إنه أقل موهبة بكتير من الأسماء اللي كلمتك عنهم، وإن النهاردة هو متفوق عليهم. وهو بالمناسبة ما اجتهدش بالشكل المطلوب عشان نقول إنه مستواه عالي بعد ما اشتغل على نفسه. الحارس ده يا عزيزي ممكن تلاقيه ليه تصديات كويسة، وده لأنه بيشارك في حالة الطوارئ فقط لا غير. لكن تعرف انت لو خد عدد ماتشات متتالية وقتها هيبقى مستواه الحقيقي. زي كده لما بدأ الدوري وكان بيستقبل أهداف ما تخشش في حارس ناشئ شاب. ايه ده؟ نسيت إنه ما زال حارس ناشئ صاعد واعد زي ما بيوصفه الإعلام. لحد هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اللي بتمنى تكون نالت إعجابكم. دمتم دائما وأبدا أكبر داعم ليا ولجميع مقدمي المحتوى الزملكاوية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.